بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد في البيت السعيد. طرحنا في الأمس سؤال: هل أنت مستعد للزواج؟ وهل أنت كفتاة مستعدة للزواج؟ وقلنا حتى تكونان مستعدان للزواج لابد أن يتوفر فيكما ثلاثة أمور. أولا، تحمل المسؤولية. ثانيا، الصبر والتحمل والتضحية. ثالثا، قبول الاختلاف بينك وبين شريكك أو شريكتك. إذا كانت الإجابة لديكم لا أمتلك هذه الأمور أو ينقصني هذه الأمور، فأنصحكم لا تقدموا على مشروع الزواج، ولا تورطوا بنات الناس معكم، وأنتن كفتيات لا تورطن أبناء الناس معكم. اذهبوا وتعلموا فن تحمل المسؤولية وفن التضحية وفن قبول الاختلاف أولا. هذا ليس عيبا فيكم وليس نقصا. الذي يريد أن يستخرج رخصة لقيادة السيارة يذهب إلى مدارس تعليم القيادة فيتعلم فيها ويتدرب حتى يحصل على رخصة القيادة. فكيف بمؤسسة كمؤسسة الزواج، وهي أهم مؤسسة على الإطلاق؟ أما إن كانت الإجابة لديكم نعم أنا جاهز للزواج، فهذه الحلقة مهمة جدا لكم. هذه الحلقة مهمة جدا لمن هم جاهزون للزواج. كيف تختار زوجتك، وأنت كيف تختارين زوجك. لا تقل لي بعد الزواج سنتفاهم، أو إلى أن يأتي الأولاد سنربيهم. لا لا لا، أنت مخطئ. تربية الأولاد يبدأ الآن قبل الولادة، بل قبل الحمل، بل قبل الزواج أصلا. والسعادة الزوجية تبدأ الآن من التحضير لها، فما بني على باطل حتما ستكون النتيجة باطلة. الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه يروي أن رجلا جاء إلى الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يشكوه عقوق ابنه، فدعا عمر بن الخطاب الابن ليستفسر منه عقوقه ويحثه على طاعة والديه ويزجره عن هذه المنكر الكبيرة. وأثناء هذه المحادثة والحوار بين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وذاك الولد الذي في عرف أبيه عاق، سأل الولد أمير المؤمنين: يا أمير المؤمنين، أنت تحدثني عن حقوق الآباء على الأولاد، فهل للأولاد حقوقا على الآباء؟ فقال أمير المؤمنين: نعم، للأبناء أيضا حقوقا على آبائهم وأمهاتهم. فقال: ما هي؟ قال: أن يختار أمه، لأن الأم مدرسة، إذا أحسنت تربية أبنائها ستكون النتيجة حسنة، وإذا لم تحسن اختيار أم أبنائك وزوجتك سيكون تربيتها سيئة وستكون النتيجة سيئة. قال: وما الثانية؟ قال: الثانية أن يحسن اختيار اسمه، فالإنسان يأخذ جزءا من شخصيته من اسمه. قال: وما الثالثة؟ قال: أن يعلمه الكتاب، أن يعلمه القرآن، أن يعلمه التعليم سواء الدنيوي أو العلمي. فقال لأمير المؤمنين: يا أمير المؤمنين، إنه لم يقم بأحد من هذه الثلاثة، فلم يختر يحسن اختيار أمي،
فأمي غزية، أي امرأة ليست ذات شأن، وإنما هي من عشيرة أو من قبيلة أو من عائلة معروفون بصغارهم بتصاغرهم ولا يترفعون عن صغائر الأمور. وقد سماني جعلا، اسم لحيوان خنفساء، ودائما كان يرسلني إلى رعي الأغنام فلم يعلمني. فقال له أمير المؤمنين: جئتني تشكو عقوق ابنك وقد عققته قبل أن يعقك. فكان من أولى حقوق الأبناء على آبائهم قبل أن يتزوج آباؤهم وقبل أن تتزوج أمهاتهم أن يحسن الأم اختيار زوجها وأن يحسن الزوج اختيار زوجته. فأهم قرار تتخذه في حياتك هو قرار اختيار الزوجة، وأهم قرار لك في حياتك هو قرار اختيارك لزوجك، لأنه بهذا الاختيار سيتحدد مستقبل حياتك وحياتك في الدنيا وفي الآخرة من خلاله. فالأمر مفصلي في حياتكما، هل ستعيشان حياة سعيدة أم حياة فيها شقاء؟ الإمام البيهقي وابن ماجه يرويان عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تخيروا لنطفكم فأنكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم. الإنسان لابد أن يختار هذا الصهر المستقبلية لابنته، وأيضا أهل العريس لابد أن يحسنوا اختيار تلك الفتاة التي ستلتحق ببيتهم. عثمان بن العاص وهو صحابي من صحابة رسول الله ومن أهل الطائف كان يوصي أولاده فيقول: يا بني الناكح مغترس، فلينظر المرء حين يضع غرسه، والعرق السوء قلما ينجب إلا مثله. أي الذي سيتزوج هو كمثل المزارع، يضع نطفته كما يضع المزارع شتلته. فإذا لم يحسن المزارع التربة التي يضع فيها شتلته سدائما في الغالب أن نتيجة هذه الزراعة ستكون البوار. وكذلك الرجل إذا لم يحسن اختيار موضع نطفته قلما تأتي الغرسة العرق السوء، الغرسة السيئة، إلا بمثلها. فهذه مشكلة كبيرة يواجهها كثير من الشباب في كيفية اختيار شريك الحياة. وهنا في المغترب في أوروبا المشكلة أكبر من ذلك بكثير، وتأخذ منحا آخر وشكلا آخر. الكثير من الشباب هنا في أوروبا لا يثق أصلا بالفتيات، ويعتبر أعزكم الله أن جميع الفتيات ساقطات، لمجرد أن تجربة في حياته مرة مع فتاة ساقطة يعممها على هذه التجربة على جميع البنات. وهذا الأمر يحصل كثيرا في أوروبا، وتأتيني العشرات والعشرات من الاستشارات والمشكلات في هذا الوضع. ولذلك تجد أن الاختيار يقع بأن العائلة تذهب إلى بلدها الأصلي وتجلب لها، أو بالأصح تشتري لها فتاة هي تظن أن هذه الفتاة التي سيأتي بها من بلده الأصلي تختلف عن بنات الجالية في أوروبا. في المقابل الكثير من الفتيات أو العوائل لا تدقق في شريك الحياة، بل ينظرون إلى الزوج أو العريس أو الخاطب على أنه شركة أحلام في السفر إلى أوروبا، والخيال في إرسال النقود إلى العائلة لتحسين الوضع وطمس العيون، والاختيار يصعب على الناس. وهناك أيضا الزواج الهروبي، ابنة أو فتاة تجلس في بيت كله نكد وكله شقاء، لا تشعر بالسعادة، تقول أريد زوجا أيا كان، المهم أن أنتهي من هذا الشقاء في بيت أهلي. ستتزوج وسيكون الشقاء أيضا أكبر من ذلك.
طبعا هنا عندما أذكر هذه الحالات وهي حالات مؤكدة وواقع نعيشها، لكن في المقابل أنا لا أقصد من ذكر هذه الحالات التعميم على الجميع أبدا، لا هذا أقصد، إنما أضرب المثال كواقع لشرحه. ولذلك السؤال الملح: من نتزوج؟ وكيف أختار التي أتزوجها؟ وفي المقابل من أتزوج؟ وكيف أختار شريك حياتي؟ ما هي مواصفات شريك الحياة؟ وما هي المواصفات التي يحلم بها في شريك حياتي وفي شريك المستقبل؟ نتزوج كشباب ممن؟ الجميلة الخلوقة بنت الأصل التي عندها مال ووظيفة، التي أحس بها، التي قريبة من مستواي الفكري والاجتماعي والمادي. وأنت تتزوجين ممن؟ الذي يرعاك، الذي يحتويك ويشعر بك، الذي يقاربك ثقافيا وعلميا ونفسيا، أم صاحب الأخلاق؟ الذي أريد أن أبينه لكم في هذا اللقاء أن العملية تحتاج إلى نقطتين. النقطة الأولى هي مواصفات قبول الطلب ومواصفات الموافقة النهائية. أنا أقصد من هذا الكلام ليس كل شاب طارق لبابكم يجب أن ينظر الأهل في طلبه كعريس مستقبلي. وأنتم كشباب ليست كل فتاة تعرض عليكم يجب أن تنظروا إليها كشريكة لحياتكم، ليست كل الطلبات يجب أن تنظروا إليها. أولا هناك فرز، يجب أن يكون هناك مواصفات للنظر في صاحب العرض، ثم مواصفات لقبول العرض. نقطة مهمة جدا، ليس كل شاب يطرق بابنا نقبل طلبه ونرحب به، وليست كل فتاة تعرض علينا نقبل بها، بل لابد أن يكون عندنا فرز. الفرز الأولي هو المطالبات أو المواصفات التي يجب أن ينظر فيها، ثم الموافقة النهائية. أقصد المواصفات التي يجب أن تتوفر في النظر في العرض، وهي نقاط النبي صلى الله عليه وسلم يشرحها بكل وضوح في حديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع. المواصفات أو الطلبات التي يرغبها الناس والتي يطلبون النظر فيها هي 4 أمور. تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها. هذه 4 أمور. ثم وصية النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. الناس ترغب في طلب المواصفات التي ينظرون فيها أن يكون العريس صاحب مال، أو أن تكون العروس صاحبة مال، فالمال يميل القلوب ويخضعها، والفلوس للأسف تشتري كثيرا من النفوس، والناس تذهل للفلوس. وقديما قال الشاعر: أرى الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. أرى الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. أرى الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة. هذا المال الناس تنظر في هذا الطلب، وهذا يحصل كثيرا. يذهب الشاب من أوروبا أو من دول الخليج، رجل معه فلوس، يأخذ البنت والناس فقراء غلابة، ينزل عليهم يضع كم ألف على الطرابيزة ويقول الأب: خذها ببركتها برب السماء، خذها ولا تنتظر.
ثم ترجع البنت بعد كم سنة وهي حياتها قد تدمرت ونفسيتها قد كسرت وعيونها دامعة وخاطرها مكسور وقلبها موجوع، ولو بقيت في بيت أهلها لكان أرحم لها من هذا الوجع النفسي والاجتماعي الذي لحق به. وفي النهاية أيها الأخوة، العملية ليست بيعا وشراء، ولكن للأسف هذا هو الحاصل. هذه أرواح يا عالم، هذه مشاعر. ولا تنسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. المال لا يجب أن تنظر إليه على أنه تبيع ابنتك وأن صاحب المال هو الذي سيسعد ابنتك. هذا المال قد يفقد بين لحظة وضحاها. نحن شاهدنا الكثير من أصحاب الأموال من كانوا أغنياء، من كانوا يتقلبون في النعم، لكن بين عشية وضحاها أفلسوا، ثم أصبحوا يتسولون على أبواب المساجد والكنائس وبيوتات الناس. وكذلك الشاب، الكثير منهم يحب الراحة ويحب عدم التعب، هو يبحث عن فتاة جاهزة معها أموال، يريد أن يرتاح من عبء الحياة وعبء الدنيا ومشقة العمل وعناء الشغل، ويصير زوج الست ويصرف من مال الست. إذن المال، المرأة تنكح أو الرجل ينكح لماله. هذا أحد المواصفات الأولى المهمة، الناس تنظر إلى هذا المواصفات. النقطة الثانية الجمال. أيضا الجمال الناس تبحث عنه، والإسلام اعتبر الجمال مقصدا من مقاصد الزواج ولم يمهله. ولكن مهلا، ما هي مقاييس الجمال الذي ينبغي أن يكون بالمرأة؟ لا مقاييس للجمال، لأن الجمال أمر نسبي، فما يراه الإنسان جميلا قد يراه غيره قبيحا، وما يراه الزوج مع زوجته حسنا قد يراه غيره ليس كذلك. ولذلك ليست كل جميلة ينظر في طلبها، وليس كل رجل جميل ينظر في طلبه. فمن أراد أن يتزوج بامرأة جميلة ينبغي أن يراعي مع الجمال ثلاثة أمور. نعم، الجمال لوحده هالك للبيوت، لابد أن يتوفر مع الجمال ثلاثة أمور. أولا، أن يكون جمالها لبيتها ولزوجها وليس اشتراكيا للعموم، ليس للطريق، لأبناء الشارع، للجيران، للأصدقاء، للوظيفة، لحفلات الاختلاط خارج البيت. إذا كان الأمر كذلك فسوف تقتلك هذه الامرأة غيرة وتعبا وشقاء. ثانيا، أن لا تكون مفتونة بجمالها، ترى نفسها فوق الخلائق وأنها أفضل البنات وأنها من عرق خاص، هذه ستتكبر عليك. والرجل أكثر شيء يغيظه أن تتكبر عليه زوجته. ذكر أن رجلا أعمى تزوج بامرأة، فهذه المرأة استغلت عمى زوجها وأنه لا يبصر، وكانت تقول له وهي متكبرة: لو أنك أبصرت ورأيت جمالي فإن وجهي كذا وجمالي كذا. فقال لها زوجها الأعمى: دعيك من هذا الأمر يا امرأة، لو كنت جميلة لما تركك المبصرون لأعمى مثلي. فهذه نقطة أيضا مهمة، يجب أن لا يكون مع الجمال تكبر. النقطة الثالثة، أن يكون هذا الجمال محفوظا بدينها، لأن الجمال في المرأة جميل، ولكن الأجمل منه أن يكون هذا الجمال محفوظا بالدين. أحد العارفين أو الفلاسفة يقول أنه وضعت أمامه مجموعة من النساء الجميلات، ثم قيل له: أي واحدة من هؤلاء النساء الجميلات تفضل؟ اختر واحدة. يقال أنه أشار بيده إلى جبل بعيد وقال: تلك المرأة التي على ذلك الجبل. قالوا له: لما؟ أنت أمامك العشرات من الجميلات، لم تختر منهن أحدا، ولكنك تشير إلى جميلة فوق ذلك الجبل. قال: لأن تلك الجميلة لا يمكن لأي أحد أن يصل إليها. أي الجمال أمر مهم، وكذلك للفتاة وجود الجمال في الرجل أيضا مهم،
لأن الفتيات أيضا تبحثن عن جمال الخلقة والهندام، ولذلك سيدنا عمر يقول: لا تنكحوا فتياتكم على رجل قبيح الهيئة فإنهن يحبن ما تحبون. النقطة الثالثة أيضا الحسب، العائلة، شرف الآباء والأجداد، هذا أيضا الناس تنظر إليه. خذ فتاة من معدن نفيس معروف بالعفة والأدب، لأن المرأة أو المرء بشكل عام ذكرا كان أو أنثى هو ابن بيئته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عائشة: تخيروا لنطفكم فإن النساء يلدن أشباه إخوانهن وأخواتهن. نحن نقول تلتين الولد على الخال. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يرويه الإمام مسلم يقول: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. إذا انظر، ابحث في هذه العائلة، ما هي السمة العامة للعائلة؟ لا تنتظر أن يكون 100% هذه العائلة صاحب مواصفات وحسب لا يدانون، لكن السمة العامة. فالأمر الرابع هو الدين، وهو الذي أوصاك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صاحب الجمال أو صاحبة الجمال أو صاحب المال أو صاحبة المال أو صاحب الحسب أو صاحبة الحسب، هذه الثلاثة أمور قد تزول. وقد شاهدنا كثيرا في حياتنا العملية أصحاب أموال ذهب عنهم أموالهم، وصاحبات جمال ذهب عنهن جمالهن، وأصحاب حسب ذهب عنهم أحسابهم. أنتم رأيتم في العالم العربي بما يسمى الخريف أو الربيع الذي حصل في السنوات الماضية كم من أعزة كان الناس يتمنون أن يتقربون من حواجبهم أو خدامهم، لكن الله عز وجل أذلهم بين عشية وضحاها. انظروا إلى قذافي ليبيا، إلى صدام العراق، إلى مبارك مصر، إلى علي رئيس اليمن، لم أعد أتذكر له اسما حتى، البشير في السودان، بوتفليقة في الجزائر، وأكرمنا الله عز وجل إن شاء الله قريبا ببشار الأسد في سوريا. كثيرون ممن كانوا أعزة وأصحاب أموال، الله سبحانه وتعالى بين عشية وضحاها أزال عنهم ملكهم وأزال عنهم حسبهم. تلك المرأة الجميلة قد يذهب الله بجمالها في أدنى لحظة، في أدنى حريق، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى عكس هذه الأمور فيما أخرجه الإمام الطبراني عن أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا، ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقرا، ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله إلا دناء. ثم المرحلة الأخيرة لصاحبة الدين: ومن تزوج امرأة لم يرد بها إلا أن يغض بصره ويحصن فرجه ويصل رحمه بارك الله له فيها وبارك الله لها فيه. وهذا الكلام ليس للرجال والشباب فقط، بل هو أيضا للفتيات والنساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. هذه وصية للنبي صلى الله عليه وسلم لعوائل وأسر الفتيات: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عظيم. أنتم ربما كلكم تعرفون قصة ولادة الإمام العظيم أبي حنيفة النعمان. أبوه وهو ثابت ابن إبراهيم كان يمر ببستان، هذه قصة يجب الاعتبار بها. ثابت ابن إبراهيم كان جائعا ومر ببستان، بستان تفاح، فتناول تفاحا من هذا البستان، وهو يأكلها أثناء أكلها تذكر أنه يتناول شيئا لا يحق له وهو مال حرام، لكن رجل جالس تحت الأشجار فذهب إليه يريد أن يستسمحه ويعتذر منه ويطلب المسامحة من اقترابه واعتدائه على البستان. فقال له صاحب الرجل الذي كان جالسا: أنا لست صاحب البستان،
اذهب إلى صاحب البستان في المدينة الفلانية في القرية الفلانية واطلب منه المسامحة. ثابت ابن إبراهيم ذهب وسافر إلى صاحب ذلك البيت لأنه يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما جسد نبت من حرام فالنار أولى به. فأراد أن يطلب المسامحة، فذهب إلى بيت الرجل عندما سمع ثابت ابن إبراهيم يطلب منه المسامحة من أجل كم قضمة أكلها من تفاحة واحدة، انتهز الفرصة. قال له: لا أسامحك إلا بشرط. ما هو الشرط يا سيدي؟ فإن عذاب الدنيا وتعب الدنيا أهون علي من عذاب يوم القيامة. قال: أن تتزوج ابنتي. انبسط إبراهيم، فوق أنه أكل من التفاحة من البستان سيتزوج من ابنة ذلك الرجل. قال له: مهلا، ولكن ابنتي صماء لا تتكلم، بكماء لا تسمع، عمياء لا ترى، عرجاء لا تمشي. هنا ثابت ابن إبراهيم وقف عاجزا. سيتزوج من امرأة لا تتحدث، لا تسمع، لا ترى، لا تمشي، لكنه تذكر: أيما جسد نبت من حرام فالنار أولى به. فقال: عذاب الدنيا ولا عذاب يوم القيامة. ثم رضي بالزواج منها، فإذا هي أجمل النساء، وإذا هي تتحدث، وإذا هي ترى، وإذا هي تسمع، وإذا هي تمشي، لكنها لا ترى الحرام ولا تسمع الحرام ولا تتحدث بلسانها بالحرام ولا تمشي برجلها في الحرام. كان نتيجة هذا الزواج أن ولد الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه. البعض قد يقول: نعم يا شيخ، نحن نريد كل هذه المواصفات، أنا أريد المتدينة، وأريد الجميلة، وأريد ذات المال، وأريد ذات الحسب. هذه مواصفات قد لا تتوفر، وربما من الاستحالة أن تتوفر في كل الفتيات. لذلك لا يكن سقف طموحك عاليا، تواضع في مواصفات من تريد، وأنت أيضا كفتاة تواضعي في مواصفاتك. ابحثي عن صاحب الدين الذي سنتحدث عنه بعد قليل أو يوم غد إن شاء الله. أما أن ترفعي سقف الطموحات فترغبين بكل هذه الأشياء الجميلة، هذا أمر فيه استحالة. ومن النوادر التي تذكر في تاريخ العلماء أن إماما ورجلا شيخا عالما كان يدعى أبو عزيزة، وكان له طلبة من العلم يدرسون عنده. أحد الطلبة أرسل إلى أستاذه أبو عزيزة يطلب منه، بحكم أنه إمام المسجد وإمام القرية وهو يعرف الناس ويعرف العوائل، يبحث له عن عروسة جميلة. فكتب طلبه في رسالة شعرية إلى أبي عزيزة، فيقول الشعر: بعث امرؤ إلى أبي عزيزة مرة. رجل يبعث رسالة إلى أبي عزيزة. بعث امرؤ لأبي عزيزة مرة برسالة يبكي ويضحك ما بها. المواصفات التي سيذكرها هذه المواصفات تضحك وتبكي في نفس الوقت. يقول فيها في رسالته: أريد منك صبية حسناء معروف لديكم أصلها، جميلة وذات بنت عالم، وأديبة متعلمة، ولطيفة صاحبة أخلاق وأدب، وعفيفة حافظة شرفها، وحليمة ورزينة في عقلها. وأديبة ولطيفة وعفيفة وحليمة ورزينة في عقلها، قد أحرزت في العلم غير شهادة. يعني مو مجرد والله حافظة كم كلمة، لا لابد أن تكون متقدمة في درجات العلم. وعلى النساء طرا تفوق فضلها، وتكون أيضا ذات مال وافر، عندها أموال كثيرة، تعطي من بعد الزواج لبعلها، داخل على طمع، يريد أن تتبرع المرأة بعد الزواج لزوجها. وأريد منها فوق كل هذه المواصفات، وأريد منها أن تكون مطيعة أمري فتتبعني وتهجر أهلها. مواصفات كبيرة جدا. فأبو عزيزة يجيبه أيضا بمقطع شعر يقول له: وافى كتابك سيدي فقرأته وعرفت هاتيك المطالب كلها، لو كنت أقدر أن أرى ما تشتهي طلقت أم عزيزة وأخذتها،
لأن مطالبك مطالب مستحيلة غير ممكنة. لو وجدت مثل هذه الفتاة التي تمتلك كل هذه المواصفات الجميلة العفيفة الرزينة الحليمة صاحبة المال والتي تعطي مالها لزوجها والمطيعة لزوجها وتترك أهلها وصاحبة الشهادة، لو وجدت مثل هذه الفتاة لكنت طلقت أم عزيزة ولم أخبرك عن تلك الفتاة أصلا، لذهبت أنا وأخذتها لنفسي. ونحن أيضا لو وجدنا مثل هذه الفتاة لطلقنا زوجاتنا وذهبنا وتزوجنا بمثل هذه الفتاة التي حازت على كل هذه الخصال الطيبة. إذن تواضع في مواصفاتك واتبع وصية النبي صلى الله عليه وسلم: اظفر بذات الدين. لكن عندما أقول لك اظفر بذات الدين لا تفهم مني أن صاحب الدين هو الذي يجب أن يكون له الموافقة النهائية. لا، ما أقصد هذا. البعض منكم سيقول: نحن أعطينا لصاحب الدين لكن خدعنا به، عادت إلينا ابنتنا بعد سنة بعد شهر بعد 6 أشهر وهي باكية حزينة كثيرة الخاطر والبال. أو بعضهم يقول: أخذنا صاحبة الدين لكننا خدعنا بها. أنا لم أقل لك خذ قرارك النهائي بأن تتزوج صاحبة الدين، ولم أقل لك خذي قرارك النهائي بأن تتزوجي من صاحب الدين. أنا قلت لكم أثناء تفحص الطلبات ليكن الأولوية لصاحب الدين أو لصاحبة الدين، لكن لأجل الموافقة النهائية لابد أن يكون مع صاحب الدين 4 أمور، ولا بد أن تكون مع صاحبة الدين 4 أمور. 4 أمور لابد أن تتوفر مع صاحب الدين أو صاحبة الدين. الدين لوحده لا يبني سعادة في بيوتكم. الدين لوحده لا يجعل من البيت سعادة وفرحا وسرورا وهناء. لابد أن يتوفر مع صاحب الدين ومع صاحبة الدين 4 أمور. هذه الأمور ال4 الذي سيجعل منك تتخذ قرارك النهائي سنتحدث عنها غدا إن شاء الله، إن أحيانا الله في غد. وإلى غد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.